في السينما التونسية تعدت التجارب، وفما مخرجين اللي ما يقبلوش انهم يتحصروا فقط في نوع واحد من السينما، سواء كانوا افلام قصيرة طويلة والا وثائقية وروائية. وضيفنا في قاعدة سينما لليوم مخرج ضد حكاية ان نتحطوا في الاطر المحددة، هيك علاش تجاربه متنوعة بين افلام طويلة وافلام قصيرة، روائية والا وثائقية. أما مهما كان نوع الفيلم إلا وكان فما دافع اجتماعي وراء أفلامه حقه نجاحات في السينما وفي المهرجانات. كي نحكي على فيلم على البار، يلعن بالفوسفات، نهاية كيراتين، وتسلل واضح. ضيفنا اليوم في قاعدة سينما المخرج والمنتج التونسي سامي التليلي. بودكاست قاعدة سينما مع حبيب الطرابلسي. مرحبا بك سامي في قاعدة سينما. عايشكم. سامي، باش نحكيو اليوم هو برينسيبالمون قاعدة سينما، سان بودكاست اللي نحكيو فيه مع صناع الافلام، صناع السينما في لي بوزيسيون المختلفين، سواء الرياليزاتور، البرودكتور. نحكيو على مسيره، نحكيو على محطات، ونحكيو زاد على مشروع، لانه كل مخرج ومنتج لو عنده مشروع يخدم عليه اترافير الافلام نتاعو ومن الافلام نتاعو. نحب نبدا معاك من الافلام اللي عملتهم وقت الافتتاحيه، الافلام الوثائقيه والافلام الروائيه قصيره ولا طويله. ديما فما ان انجاجمون سوسيال في وسط الحكايه يدور. هذا منين نابع في سامي التليلي؟ والله تعرف هذه السؤال يظهر هكا سالمة صعيب، على خاطر حاجات ما تخممش فيها برشا، معناها سيتي برشا حاجات، الباك جراوند بتاعك، الحاجات اللي اثرت فيك وانت صغير، التربه اللي تربيتها وانت صغير، المطالعات اللي طلعتها وانت صغير، الافلام اللي شفتها وانت صغير، القرايه اللي قريتها، برشا حاجات، تجاربك في الحياه. انا نتصور هكا نرى الامور، نجم عباد يكونوا مش موافقين، اما انا نتصور ماهوش هكا الواحد هكا ربما شكون ربما فما شكون يعملها، ما انا ما نتصورش فما شكون يقول انا هكا. سي الحاجات هذه تجيب طبيعتها، معنا برشا تفاعلات شويه كيميائيه ان فات تتفاعل ويخلي انت ترى الامور، ترى الامور هكاك. ما انا نتصور هكا توا اللي جانب كبير من الحاجات اللي تأثر فيك، أكثر حاجات اللي على الأقل في شخصي أنا، أكثر حاجات أثرت فيا هو بين فترة الطفولة والمراهقة. يمكن الحاجات اللي جات من بعد أنت تحاول تطور روحك أكثر، وإلا تلقى عندك نقص مثلا في مجال معين في التعليم ولا في التحصيل العلمي ولا في الثقافة، تمشي تحاول تكتسب الحاجات، تكتسب هذا هو. شكرا. أما نتصور الحاجات اللي كي فاسون وكي تبلور فكرتك تضغطك الامور، انا هكا نتصور تصير بين فتره الطفوله والمراهقه اكل التمازج بين اللي ذكرته دونك برينسيبالمون العائله، الحومه، القرايه، المطالعات، خلطك. انت حكيت على الافتتاحيه، انا معناها جانب كبير من الحاجات اللي يمكن بلورت شخصيتي هو الناس اللي خالطتهم، اللي كانوا مع بعضنا في نادي سينمائي الهواة سوسة، الناس اللي خالطتهم وقتها والناس اللي قابلتهم في الفاك وقتها. الفترة هذيك كانت نتصور فترة مفصلية في حياتي. دونك هذا الكل عائلة مهمة برشا، اما زادة الطريق اللي انت تختاره، خياراتك انت. ومن بعد فما حاجات تولي تراجع روحك تشوف، ومن بعد راه فما حاجه انا ديما نقولها، وباش نرجع لحكايه الكوره، خاطر ديما يرجعوني الكوره، هما مش في بالهم يسبوا فيا بها. انا والله راني انا باش نسالك كمان ما يسبين على الكوره، فخور بها الحكايه. دونك ينجموا يسبوني بحاجه اخرى. راول انا نمن اللي السينمائي شويه كي الكوارجي وفات. عرفتك ساعات بالكوره يقول لك نسق المباريات، قد ما تلعب ماتشوات قد ما انت تكتشف. باش نرجع للسينما تكتشف روحك من فيلم زاد، من فيلم انت مش نفس الشخص اللي عمل الفيلم الاولاني هو عمره 20 سنه في الافتتاحيه، مش هو نفس الشخص اللي عمل الفيلم الرابع ولا الخامس وهو في وسط الثلاثينات، ولا الافلام اللي عملها في وهو عمره 27 28. ما تخرجش من نفس الفيلم نفس العبد، تكتشف روحك. وفما حاجات تجربها، حاجات تقول هذه كارني زدت لازم نخدم عليها اكثر، معناها زاد من فيلم انت تتحول. حكيت على الافتتاحية سامي، وفما واحد من تجاربك في الافتتاحية فيلم اللي تعمل قبل الثورة بسنوات، ووقت الثورة عاود رجع ونسبة تجي فيه على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وعامل آلاف المشاهدات. معناتها اللي هو فيلم دون رصاص. بالضبط. شنو اللي فيلم بدون رصاص ودون رصاص، شنو اللي جاي البالك وقتها ان جون
في تونس قبل الثوره بسنة 21 سنه عمري 21 سنه يجي في مخه انه فما انسان حب يعبر على غضبه من المؤسسه اللي هو فيها، هدد انه يحرق روحه. تو انت رجعتنا 23 سنه التالي باهي ناشنا ضعيف في الحساب هيك 23 2006 لا اقل 2016 10 سنين اقل 18 سنه 18 سنه هاي باهي صافا معناها ما كبرناش برشا. والله شوف هي الوقت كانت فتره ياسر خايبه في تاريخ تونس. انا عشتها، ينجم توا ممكن تعرف يقولوا قبل الخير وقبل الخايب، كل واحد والفيكو نتاعو. الفتره ذيك بالنسبه للشباب، بالنسبه للناس اللي عمرهم، انا وقتها كان عمري 21، بالنسبه للناس عمرهم 20 و21 و22 و23 ولا 19 كانت فتره الشباب كان مخنوق. معناه بالحق كان مناخ متاع خنقه، معناه بالجاء حاجه رهيبه في كل شيء، في الحريات، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي بالمعنى الصغير الكلمة والكبير. واحنا وقتها كنا جروب، معناها كان الجروب وقتها في نادي السينمائي الهوات بتاع سوسة، كانت العبد لله، شفيق عثمان، جودة عثمان الله يرحمها نوجه لها تحية، صابرين هريرة. وكان زاد ثم انتراكسيون تصير مع الأعضاء الآخرين في نوادي أخرى. أمين الغزي نوجه له تحية كبيرة، صديقي العزيز الشاعر والسينمائي، وناس اخرين سامحوني اللي نسيتهم. تفاعلات كانت تصير، وكنا نقعدوا مع بعضنا، وكنا في جي سي سي نمشوا معنا نتفرجوا في الافلام لبعضنا مع بعضنا. معناها كانت ثم ديناميكيه كامله، وفي علاقه ما كانتش فقط معناها كانت في علاقه بامنستي انترناسيونال وربط حقوق الانسان وبالاحزاب المعارضه وبجمعيه النساء الديمقراطيات. معناها كانت كان لو سيركوي هذاك ولا السيركل نتاع الحريات، سيركل كامل. يعني كنا عادي جدا نبدو نتفرجوا في فيلم في السيني كلوب، ومن بعد نسمعوا فما حاجه تصير في جمعيه النساء الديمقراطيات ولا في الرابط ولا في امنستي نمشي ولا غيرها، ولا اتحاد الطلبه بيان سور، خاصه اللي جانب كبير منها وقتها كان ينشط في اتحاد الطلبه، اي في اللوجات وقت الجامعه. دونك كانت ثم ديناميكيه كامله. هي جات وقتها في قاعدة أنا وشفيق عثمان نوجه له تحية كبيرة، خاطر السيناريو كتبه شفيق عثمان. أنا باش نكونوا واضحين، لو دون رصاص إخراجي أنا لكن هو تعرف اللي هو دون رصاص السامي أي ما زاد نعطيو حق الناس، معناها فهمت. أنا راني خاطر ثم عباد ثم مخرجين يحس ينقص من نفسه، يقول له راهو السيناريو في ذا كتبه لي فلان، دونك يبدأ يطفي في الحكاية، ما يحبش يقول. ما بالعكس، معناها كل واحد عنده خدمه. بالعكس، ما اكبر المخرجين في العالم مش معناها كان لوتش فما بور لافيرتي يكتبوا، مش معناها نقارن في روحي بكان لوتش. انا ما قلتش شهيره، هذه نجم يخرجوا ونعملوا البوز كما الجماعه كما الجماعه. يا ودي اخطاكم مانيش ناقص مشاكل في حياتي. فهمت. دونك نرجع لموضوعنا. سيتي في قاعده بيني وبين شفيق عثمان على الشباب وانسداد الافاق وقتها. وقتها كانت زادة كنا نسمعوا اللي ثم ناس تحرق روح، خاطر صارت بعدها بعد 2006 صارت نتذكر ثم واحد في المستير عبد السلام تريمش، كان مانيش غالط في الاسم الله يرحمه، اما صارت قبلها. دوك بدأت الفكرة من وقتها. شفيق انا معناها بدا نقاش ختم مع السيناريو وصورناه وقتها في الظروف متاع السينمائي الهوات، معناها من غير امكانيات، ما غير واحد. جاء وقتها من الغزي من حمام الغزاز باش عاوننا في التصوير. معناها يمكن الناس اللي ما تعرفش جولة في سيارة، ومعناها كاميرا منه ميكرو منه واحد، من ثم محبة وفما إيمان وفما صدق. ثم زاد نايفتي متاع العمر عادي. راي نايفتي زاد مش كلمه خايبه، معناها فهمت ماهيش حاجه يعني. ثم سبونتانيتي وانك تندفع وترمي روحك، انك الاندفاع وكذا. دونك هو تعمل في الظروف هذيك. ما نحبش نرجع اللي صار في مهرجان قليبي 2006 عليه مسيش تعدي 18 سنه توا. هي 18 سنه ما نحبش نرجع الحقيقه، وما فما حتى مشكل. اما المهم اللي في 2011 رجع بعد 2010 2011 رجع وعاود حياة وراو معطل. انا من اقوى الحاجات اللي عشتها وقتها تفاعل العباد وقت اللي تعدى في مهرجان قليب 2006 معناها. من مهم انه وقت اللي
تعمل فيلم تشوف الناس كيفاش معناتها بالليزوبستاكل اللي يصيروا بالمشاكل اللي يصيروا. لا التفاعل نتاع الناس انا وقتها راهو معناها انا وقت عمري 21 سنه والصار بعد العرض حاجه من تقعد حياتي كامله نذكرها معناها فهمت. دونك وهذاك اللي يقعد راه في الدنيا خاطر فات اللي يقعد الفيلم شنو الاثار اللي خلاه عند العباد واللي خلاه عندك انت فهمت. ومن بعد تجربه تواصلت مي بعد 2011 برشا عباد ما صدقوش اللي تصور عام 2006. دونك فما شكون يكلمك يقول لك يعطينا رايك يا ودي راه عملته عندي 5 سنين انا تو كان انا ما عودت شفته راه عندي برشا. انا عودت شفته البارح. اي يمكن تفرج عمرك 21 سنه وانت معناه ما هذه من اكثر الحاجات اللي تفيق من بعد اللي هم اثروا فيك. مع الجانب اللونجاجي نتاع سامي الدليلي فما جانب اخر ويتفهم في افلامك زاده اللي هو الكوميدي. الكلمه زاده ما هيش خايبه نقول المقعر اللي تتمقعر على الوضع تتمقعر حتى الكوميديا على السياسه والكوميديا على المجتمع السخريه بالضبط هي الكلمه السخريه اللي موجوده حتى من افلامك اللي بداوا وتجاربك في الافتساء كما ذاك بتاع بدل لي واحد كونسير الفيلم اللي خذ كاس العالم نتاع الفيلم اقل من دقيقه معناتها فما هذم الزوز يمشيوا مع بعضهم. انا في رايي يمشيوا مع بعضهم. الجانب اللي يخليك انت عندك التزام معين انا في شخصيتي يمشي بالسخريه معناها جانب مكون من شخصيتي. في وقت من الاوقات انت تفهم اللي لازمك تعمل افلام تعبر عليك وتعبر على نظرتك للامور والكلمه نقولوها في اللغه العربيه شر البليه ما يضحكوا معناها فهمت. واحنا في ثقافتنا التونسيه وفي ثقافتنا العربيه وفي ثقافتنا الافريقيه اللي احنا كتوانسه هذا الكل يتمازج راو الساتير بالفرنساويه ولا السخريه راو يرافق فينا حياتنا كامله. دونك انا مشى معناها هذاك جانب من شخصيتي خاطر انا في الدنيا اللي يعرفني هكاكا. اما زاده مش خاطرك انت هكاكا في الدنيا ضروره في افلامك فما خدمه تصير ثم تاثر وتاثير يجيك من مدارس. فمن انا مثلا نحب برشا الشعر اما يقعد من اقرب الشعر من اقرب الشعراء القلبي احمد فؤاد نجم فهمت. من اكثر المغنين اللي انا نسمعهم ديما جورج براسانس اللي هو جورج براسانس عنده كل جانب ديما متاع السخريه والنقد في كان نمشي وانا صغير مثلا من اكثر الافلام اللي اثروا فيا وقت تفرجنا فيهم في نوادي السينما ولا حتى وقت خاطر نخلط على الكاسيت فيديو اللي تخلي بطاقه تعريف تاع ابوك ولا امك الجينيراسيون الجديده ما يعرفوش حاجه مستطيله كحله يبدا فيها زوز دور في الوسط. معناها من اكثر الافلام اللي اثروا فيا حتى معناها مش بالضروره كان الثقافه الفرنكوفونيه لا خاطر احنا صغار كانت لا بلوز اكسيسيبل لما زاد حتى وكي كبرنا شويه وشفنا الافلام الانجليزيه المونتي بايتون والناس هذوكم معناها فهمت تحس اللي هذاك اقرب لك من معناها تنجم انت مثلا كسينيفيل مغروم ياسر يعجبوك افلام مثلا بازولين هكاك جاني البالي توا ولا انت كسينيفيل يعجبوك ياسر افلام كوبولا. اما كي تشوف مثلا الافلام نتاع لوروب دو ليست نتاع السينما الرومانيه مثلا نحس نقول نحب نعمل افلام في الجو هذا تشبه لك ممكن خاطر تتشارك في حاجات معهم. هذا هو معناه راو فما الجانب نتاع السينيفيل والمحب السينما اللي معناه يلزموا يتفرج في برشا حاجات ويعجب معناها كان عجبوه طبعا. اما تحس ساعات الفيلم هذا اقرب لقلبك فهمت. انا ثم مره قلت كلمه زعما عطاوني طريحه قلت المروانه السينما نتاع نوفل فاغ نتاع فرنسا مش جوي قلتها كلام في السيني كلوب معناها يعطيهم الصحه اللي خلوني قاعد بحذاهم في وقت حسوها مس بالمقدسات يا ولدي لانه نوفل فاغ بالنسبه للسينما اللي كتبوها توا على الفيسبوك لقد كفر بآلهتنا فهمت. راه مش معناه قلت انا ليه معناه نحس انا مثلا اقرب لي السينما الايطاليه تو نحكي على فهمت. مش معناها انا السينما نتاع نوفل فاغ مثلا كسيني فيلم ما نتفرجش عليه فهمت. راه في وقت من الاوقات في تونس تقول ما يعجبنيش غودار لقد كفر بآلهتنا معناها فهمت. نبقى الافلام نقولوا لي
ما تهبطوليش برسمك، ما تهبطوليش هكا واحد نحن ما نمنجوش. سامي تليلي قال ما يعجبنيش. لا ما قلتش هذه باش نهبطها بالذمه. شقول سامي تليلي بالموت العريض على فكره الجرايد تخرج سامي تليلي انا نكره جودان. لكن بدلوها تولي مش ما نحبش نكره جودان، والسينما الايطاليه اقرب لي. يولي لقد كفر بالهتنا. مشكل الايطالي خاطر احنا وقتها في السيني كلوب باش نرجع على مهمه كبيره في السيني كلوب كانت حلت لنا نظرتنا على برشا. يعني كنا نتفرجوا في السينما الايطاليه خاطر كنا زاد نشوفوها في رايونو بالافلام الرومانيه والافلام نتاع شمال اوروبا شرق اوروبا سامحوني، ولا الافلام تاع امريكا اللاتينيه كنا نشوفوها في السيني كلوب. يعني انا كارلوس سورين استورياس مينيماس وبومبون البيرو الى اخره شفتهم في السيني كلوب. اللي اليوم مع وضعيه السيني كلوب المواضيع قاعده تجبد في بعضها لازم نقعدوا للصباح ما يقلقش. نحن قاعدين انتم يقلقكم وحتى البنات مش متقلقين دونك صافا. اليوم ما نحبش نقول الوضعيه اللي تعيش فيها اليوم الجامعتين ولا لي سيني كلوب، اما حلين ديزيكرون اخرين للناس انه يحسوا لي افلام اكسيسيبل ليهم يكونسوميهم اسهل على الانترنت وغيره. خلى اليوم ضعف شويه لي سيني كلوب. هذا ياثر في الجيل الجديد. نعرف ما تحبش كلمه جيل الجديد الجيل القديم، لكن في النوفيل جينيراسيون تاع لي رياليزاتور ولا لي سينياست بصفه عامه. انا نمن لكل وقت وقته، نمن لكل وقت وقته، على خاطر انا كي اللي كبرت في نوادي السينما في الالفينات عانيت ياسر مع المقارنات مع السبعينات. يا اخي مش ذنبي انا تولدت عام 85 ايش نعمل معنا؟ والله ما اخترتش العام اللي تولدت وما اخترتش وين نتولد وما اخترتش وقتاش نتولد وما اخترتش وقتاش نتولد. معناها فما حاجات ما نختاروهاش. احنا تولدنا في اواسط الثمانينات دونك في اواسط الالفينات كنا في العشرينات. شنو ذنبنا ما خلطناش على السبعينات؟ وهذا يتقلقني برشا. انا تو خاطر كنشوف الدراسات اللي تصير على السينيفيليا او على السينيفيليا ما نعرفش كانت ترجمه صحيحه سينيفيليا ولا ديما يرجعوا للسبعينات. والله فترة الألفينات كان يركزوا فيها الباحثين، فيها ما يتخدم وفيها ما يتبحث وفيها ما يتقال. راي فترة الألفينات في تاريخ جامعة تونسية للسينما وحركة نوادي السينما بصفة عامة في تونس والسينمائيات راهي فترة مفصلية. فترة الألفينات يعني احنا ديما قعدنا في السبعينات الستينات كان هكا عملوا مجهود يوصلوا الثمانينات. أنا نمنا لكل وقت وقته وربما الجيل الجديد توا لاني ما نحبهاش الكلمه، اما الناس اللي معناها توا في العشرينات او في المراهقه نتاعهم ربما عندهم فرصه ما كانتش عندنا خاطر احنا ما كانش عندنا لي بلاتفورم. وتوا انا كي نشوف خاطرنا متابع للي بلاتفورم كيما الناس الكل تلقى راه كان تلوج في لي بلاتفورم تلقى مش الكل ما تلقى الكلاسيكيات نتاع السينما. احنا باش تتفرج عليهم كانت صعيب العمليه فهمت. دونك يمكن توا ينجموا يعوضوا نقص نوادي السينما سامحوني انه الفورما نيميريك ولا البلاتفورم ديجيتالي ينجموا يوفروا له. ينجم يوفر. لكن فما اللي يقول لك مثلا يقول لك وقت ان جون يحل بلاتفورم باش يتفرج على فيلم ماهوش باش يلقى، بنحب نستعمل كلمه نحطها بين قوسين هي توجيه تتفرج على الفيلم هذا. في السيني كلوب ندرة الافلام تخليك وقت اللي تحط الفيلم هذاك باش تتفرج عليه حتى كان ما تعرفش مخرج وما تعرفش السينما هذاك باش تكتشفها. اليوم كتحل اون بلاتفورم باش يمكن باش يختار الاكثر اللي تحكي عليه، الاكثر اللي شاف عليه على فيسبوك، الاكثر اللي سمع عليه، الاكثر اللي فيه نجم موجود. لا الاختار هذا موجود. والزاده مش غلطتهم زاده اللي كبروا في توقعات السينما رجعت، اما مش غلطتهم اللي كبروا في ظل غلق قاعات السينما. ولو احنا خلطنا عليها شويه بدات تسكر معناها ثمك العاده نتاع مشيان السينما وتجربه مشاهده فيلم جماعيا مش غلطتهم زاده انهم ما تعودوش عليها. انا لاحظ هذا في ايام قرطاج السينمائيه ولا في مهرجان جاب السينما فن مثلا. كي ندخل نتفرج نلقى الشباب صحيح طريقه مشاهده الفيلم في القاعه مختلفه شويه ميزان مش غلطتهم معناها خاطر ثم التربيه مش بالمعنى الخايب بتعمل معناها تربيه على كيما نقولوا تربيه على الثقافه وتربيه على الرياضه معناها فهمت. تربيه على مشاهده فيلم، تربيه على مشاهده فيلم هذا صحيح. اما كان نشوفوا الجانب الايجابي يمكن معناها اسهل الوصول للافلام اللي تتحب عليها ربما من قبل. دونك هذاك يمكن ينجم يخلي
رؤيتهم اللي صاير في العالم أوسع. أنا ديما نحاول نرى الجانب الإيجابي. أنت ديما ثبتك أشطر الكيس. أي هذيك النظرية بتاع الكيس فارغ ولا معبي ولا هذا. نحكيو شوية لسيمي، خاطر حكينا في السياح، حكينا في TCC لسيني كلوب، رجعنا بذكريات كلوب سوسة. يا حسرة لو ما نحبهاش كلمة يا حسرة. وقت اللي يبدأ عندك ذكريات فاتوا 20 سنة تولي تقول يا حسرة وتقتنع لي أنت كبرت. يا حسرة ديما تقلقني أنا، وديما ننقد العباد اللي يقول يا حسرة. يا أخي في هكا في الانكونسيون قلت يا حسرة. يلا يا حسرة. سامي التجارب متى وقت اللي واحد يشوف أفلام سامي كليب يلقى الأفلام متنوعة، خلينا نحكي على الأقل في الفورمات تاعو ديكور ميتراج، دو لون ميتراج، فيكسيون، دوكيومنتير، فيكسيون. فأنت من نوع الناس اللي ما يحبش يتقولب في حاجة يقول أنا باش نكون المختص في الأفلام. إيه خاطر أنا حياتي كاملة عانيت من الناس اللي تحب تحطني في قجر، وانا يمكن العباد اللي ما تحبنيش على خاطر عندهم الحق، ما نجم كان نفهمهم خاطر ما نجمش يحطك في قجر ويسكر عليك. انا نذكر انا مثلا الحمد لله العربيه متاعي قحة جيده، ما اقولش قحة، وهذا ما يش حاجه انجاز بالنسبه للعبد قرا في مدرسه عموميه نقراو بالعربيه وجايين احنا من بلاد عربيه معناها، وفي نفس الوقت يقول لك هل تعرف تحكي بالفرنسويه وكأني لازم تكون عاركه معناها. خاطر ما دخلتش في القجر. اي ولا خاطر فات انا مثلا الفرنكوفونيين يقولوا لي انت ياسر عربوفوني، انا فهمت بالعاني استعملت هالكلمه خاطر مش موجود. وساعات الاصدقاء العربوفونيين بالعاني استعملت الكلمه يقول لك انت ياسر فرنكوفوني. انا تلمون نرفزت الحكايه قررت مش نحسن الانجليزيه نتاعي، فهمت؟ قلت برا خليني نزيد نتعلم الانجليزيه نتاعي، وحتى مشيت في فتره بالفترات من حياتي قريت في لندن باش نخرج من هالعركه. احنا شوف احنا للاسف بعد 70 سنه استقلال وما نعرفش من عام 1000 من عام حضاره ما وصلناش بالحق ان نتعاملوا مع الاخر بسلاسه. ديما احنا نحب نحطوا في العباد في قجر. انا كيما كشخص لازمش تحطني في قجر، نرفض زاده اني كمخرج تتحط في قجر. ثم هاكا كما قلت لي خط نحاول ان يكون واضح، نجتهد أن يكون واضح. أما في وقت من الأوقات المخرج الوثائقي، علاش الوثائقي علاش وكأنك تحرمني من أني نجم نعمل فيكسيون. نعمل فيكسيون. موضوع هذا نحب نحكي عليه بالوثائقي، الموضوع هذا نحب نحكي عليه بالروائي. الموضوع هذا راه اللي هو يجي في معناها كفيلم قصير، الموضوع هذا راه كفيلم طويل. علاش معناه الواحد إذا كان عمل وثائقي يقعد حياته كاملة غادي يحاول واحد يجتهد أنه يكون ثم مع على الأقل معناها تجانس في الموضوع. علاش احنا نحبوا هكاك اسهل لنا حتى في حياتنا اليوميه. عندنا مشكل مع اي نوع متاع اختلاف، ولهذا كان موضوع في الفيلم القصير اللي عملته تسل الواضح أرجوف لاغران اللي شاركنا به في المسابقه الدوليه متاع مهرجان كليرمون فيران 2021، بطولة مجد مستورة، بحري الرحالي، محمد حسين قرايع، نوجه لهم تحيه الكل. نقطة الانطلاق متاع الفيلم هو أنه علاش احنا ما نقبلوش الاختلاف. خاطر في الفيلم اللي شاف الفيلم معناها الدور اللي يلعبه مجد مستورة هو يولي مشبوه على خاطر قرر فقط أنه يخرج نهارة مباراة مهمة لكرة القدم الفريق الوطني، وقت اللي الناس كل تتفرج على الماتش. هو ماهوش مغروم، ساري تواني المغروم ياسر بالكوره معناها من عادي. ثم ناس ما تحبش الكوره، ثم ناس تحب المصيد، ثم ناس تحب الطيور. ينطبق على اي اختلاف. لا نقطه الانطلاق متاع الفيلم اللي هو في اي كان اختلافك للاسف ما زلنا ما ختمناش على رواحنا يمكن باش دونك هذا هو ذاك علاش انا زادا كيما عانيت من الموضوع هذايا، كيما نحاول اني نبلغ افكار اللي راو معناها مثالش ما نجموا نكونوا هكا شويه مختلفين. ما تقلقش العمليه. وهذا باش نشوفوه اكيد في افلام اخرى جايه. سامي يمكن نحكي معك من بعد شويه على الجديد. بما انه اخرجت افلام وثائقيه ومنهم وزوز افلام تشافوا قاعدين يتشافوا لليوم. يلعبوا الفوسفات الفتره اللي فاتت كان على منصه افلامنا للناس اللي شافت الفيلم، وعلى البار كان فيلم
خاص شويه زاد بالنسبه حتى في تقبل الناس ليه. شارك في ايام قرطاج السينمائيه، مهرجان القاهره، تعرض في قاعات السينما وعمل سورتي كوميرسيال، خلينا نقولوا عروض تجاريه. هل نحن في الاندستري، ما نعرفش كان يصح ان اليوم نقولوا في تونس عندنا ما عرفتش ما لقيتهاش اندستري اوف سينما، عندنا صعوبات في انتاج الوثائقي وتوزيعه؟ هي عندنا خاطر زاد الوثائقي باش الواحد يكون منصف وموضوعي عنده مشاكل توزيع في العالم الكل. يعني في البلدان اللي سبقتنا في التشريعات واللي سبقتنا في العادات متاع الوثائقي واللي فيها صناعة سينمائية، وفاقوا اللي ثم مشكل في توزيع الدوكيومنتير الوثائقي، فتقريبا كل 10 بضع سنوات يعملوا مشاريع إصلاح جديدة ويحاولوا يدافعوا على اللي يسميوه هما هشاشة الفيلم الوثائقي. إذا كان في البلدان اللي سبقتنا واللي عندها عادات أكثر منا وعندها صناعة موجود، كل حال في تونس موجود هذا، فهمت؟ أنا نذكر وقت اللي بدينا في عنبو الفوسفات حتى مع الموزعين وكل، كان ثم نوع من التخوف أنه فيلم وثائقي التونسي ما يمشيش يشوفه في القاعات. أنا وقتها أنا ديما نقول معناها ما نحطوش رواحنا نقروش في بلاصة العباد. طبعا معناها الدنيا تطورت وثم دراسات وبحوث وكذا تخليك معناها تحاول تكون عندك فكرة قريب مقربة على ردة فعل الناس أو تقبل الناس. أما يقعد ديما جرب، خاطر احنا في الافلام الوثائقيه التجربه نتاع فيلم يخرج في القاعات، التجربه كان ما عرفش كان غلط صلحوا لي، التجربه الوحيده نتذكرها انا هي تجربه في VHS كحلوشه نجيب القاضي، قعد ذاك خرج في القاعات بين وعمل ونجح فنيا وجماهيريا وكل شيء. نوجه تحيه لنجيب وعماد وكامل فريق بروباغندا. اما بين خروج 2005 كما خانتنيش الذاكره وبين 2012 خرج وقتها يا عم بالفوسفات وخرج معايا منعاش نتاع هند بوجمعه، كان ثم 7 سنوات. وقتها ما ذكرش افلام خرجت، زوز افلام حتى فيلم هند قعد في القاعات. معناها الوضع زاد الوضع برشا حاجات ساهمت، افلام مست الناس المناخ وقتها صحيح ما زلنا خارجين من ثورة وكل شيء. أنا وقتها برشا من الناس قالوا مشي معناه قعد في القاعات على خاطر فقط السيركونستانس الوضع العام نتاع البلاد وخارجين من الثورة نحبوا نتفرجوا على حاجات شنو صار. يلا أنا ديما كي واحد يقول لي حاجة نقول له بيت نشوف المرة الجاية، فما حتى مشكل ما ندخلش، ما تعلمت ما عادش ندخل في النقاشات اللي تنقص من العمر الحقيقة. بعد 7 سنوات بعد ما عشت كنت تحب تقولوا علاش على العارضة قعد على البار قعد 7 سنوات. بعد 7 سنوات كي خرج على البار سو لا ترانسفيرسال شافته العباد في القاعات. بس اسمه المرة اللي قلنا الوضع هالمرة هذه معناه أنا طبعا أنا بالنسبة لي المهم الفيلم يتشاف راو بقطع النظر وين يتشاف. الأفضل أنه يكون في القاعات، لو مش في القاعات نجموا نلقاو بدايل. كان الفيلم يتشاف في القاعات وفي واحد يكون معناها حاجة أي حاجة المهم الفيلم يتشاف على خاطر الوثائقي عنده كالدور متاع الامباكت هذاك، عنده كالدور اللي يتعدى معناه يفوت شوية الجانب فقط السينمائي ويولي يلعب أدوار أخرى. وهذا هذا في العالم الكل. مش معناها ثم أفلام جيدة جدا والجمهور ما يقبلش عليها، مش معناها هي أفلام غير جيدة. معناها ديما نحاول ننسب ونذكر مش فقط الجمهور الإقبال مش فقط مقياس، مش مقياس الوحيد. معناها برشا عدة مقاييس، وثم أفلام كي خرجت الجمهور ما تفاعلش معها ومن بعد سنوات ولنا نعتبروها كأفلام مرجعية في تاريخ السينما. نعتقد اللي ساهمت ولو بجانب بسيط في أن الوثائقي في تونس يتفاعل معها الجمهور
وهذا هو. ارجع لي على البار، علاش قعد 7 سنين؟ والله غلطوني قال مرحوم. شكون اللي غلطك؟ احكي لي والله اخوك راني احكي لي. شوف راهو علاش انا قلت من تخرج من كل فيلم متحول بالحق. راهو معنى الفيلم عباره على ريتويل انيشياتيك، ما تدخلوش نفس الشخص وما تخرجش منه نفس الشخص، تدخلوا شخص وتخرج منه شخص ما نقولش اخر، اما شخص متحور بالراء مش بالال مش باللام سامحني. انا عندي فازة نصدم، وانت تعرف هذا حتى في الحياة الشخصية اليومية. توا بالعمر وليت نتعلم نحسبها اكثر معناها، فهمت؟ انا كنت نتصور اللي عاجبني موضوع متاع فيلم نعمله، ما كنتش من الناس اللي هكا يعمل ايتود دو مارشي ويقول مثلا يا سيدي شنو المواضيع اللي عندنا ماشية في السوق، فهمت؟ ولا هاو لي بايور دو فون ولا هاو المهرجانات. يمكن الناس مش تصدقني معناها، ما نعرف اللي يعرفني ولو اللي يعرف اللي انا متملح وما زلت متملح. تو اللي تحسبها هكا؟ والله حاولت ما نجمتش. قلت خير. قلت خليني معناها خليني على الاقل على انا يعجبني فيلم نصدم عليه، يعجبني مشروع متاع فيلم فكرة. بعد فهمت اللي الامور ما تصيرش بالضروره هكا في عالم السينما، واللي معناها ساعات ثم مواضيع ما تهمش الناس وثم مواضيع تهم الناس وثم مواضيع تهم الممولين ومواضيع ما تهمش الممولين، ومواضيع صعيبه ومواضيع مش صعيبه. الحاجه الوحيده اللي نحسبها تو باش نكون زاد صريح، اللي ما عادش مستعد نقعد 7 سنين على فيلم الحقيقه. مضيعة الوقت نفسانيا متعبه العمليه. يعني انا 7 سنوات متاع على العارضه صعب الحقيقة، صعب معناها. وقفت معايا عائلتي، وقفوا معايا أصحابي، الناس القراب ليا، كانت معناها كانت صعيبة على خاطر صاروا مشاكل في على العارضة لا تحصى ولا تعد في على البار، خاطر قعدت في العنوان بالعربي وانا مانيش من النوع اللي يشكي ويبكي معناها، فهمت؟ وهذا في تونس مشكلة، خاطر احنا في تونس نمشيو بالتهديد ونمشيو بالشكاء والبكاء للأسف. حبطوها عنوان هذا حتكسر الدنيا. يعني احنا نمشيو يا بالشكاء والبكاء يا بالتهديد، يا تمشي تهدد، وانا لا نحب نهدد ولا نمن بالشكاء والبكاء. يعني لو كان جيت تشكي يعني وتبكي راك عملته في اقل من 7 سنين. كان عملت ستاتيو فيسبوك على المشاكل اللي صارت لي وقت على البار والتعقيدات الإدارية وحطان العصا في العجلة. أنا وقت في قمة وقتها كان عندي فيسبوك وتوا نحيته والحمد لله ارتحت معناه. أما وقتها في تمة مشاكل نتاع الفيسبوك نكت وننبر ونضحك معنا والعباد ماشي في بالها اللي أنا معناه المشروع. وقتها أنا كنت نعيش في أحلك فترة، ممكن حتى على المستوى الشخصي تعطل على البار لعدة أسباب. ثم أسباب موضوعية اللي هي في تونس مشكلة الأرشيف والبحث عن الأرشيف، والأرشيف ما نعرفوش فين محطوط وهذا. وفي مشاكل نقولها مثال توا ثم ناس عطلت الفيلم في المؤسسات متاع الدولة وقتها معنا ما يحبوش الموضوع يتحكي ولا ماني عارف ومسامحهم دنيا واخر معناها بينهم وبين ضمايرهم وبينهم وبين ربي معناها. بالحق انا راني نمن بحاجه والله ما كنتش بالكل محضر روحي باش نحكي في الموضوع هذا. تعلمت في ساعات في الدنيا راو اعمل الخير وانساه واعمل الشر واتذكره. هذه قاعده علمها لي بابا مليانه صغير، فهمت؟ اعمل الخير وانساه واعمل الشر. اللي يعمل الشر تو يرجع له. ما تقولش بيسامي ولا يحكي كالرجال الكبار على خاطر تعبك العمليه باش تدخل في باش تحرقك من داخل. علاش نحرق في روحي من داخل؟ صارت ليه واللي ضحك في الحكايه الفيلم تم تمويله معناها من وزاره الثقافه وقتها، فهمت؟ خذا منحة تشجيع على الانتاج شكرا. وصارت حاجات انا وقتها كنت ديما نسبق الخير يا اخي، في وقت في الاوقات سبق الخير ما عادش دخلت عليه معناها يفوتك فتعطل
قعدت 7 سنوات. المنجين وقفوا معايا وقتها، عائلتي، أصحابي، والفيلم خرج وتفاعل مع العباد، والعباد تفاعلت معاه، وهذا المهم. أما الحقيقة توا معناها الواحد زاد ما يتعلم من تجاربه، من معناها باش نرجعوا بالماضي، عجلة الزمن ما ترجعش لوراء، أما تتعلم، تحاول تحسبها باش ما تقعدش 7 سنوات تعمل في فيلم، على خاطر الناس ما نقولش تنساك، ما خلاوك عمرك 26 سنة ولا 25 سنة يرجعوا يلقاو عمرك 34 ولا 33. دي ضعيف أنا في الحساب، مش مشكل يعني أي. أما هذا ظهر لي مش كان الناس تنساك، أنت زاد كمخرج نظرتك الأشياء تتبدل في 7 سنين. تكره الفيلم، راك توصل تكره الفيلم، الناس ما تفهمهاش هذه، يعني راك توصل تكره الفيلم ومولا الفيلم واللي جاب الفيلم واللي كيفاش نقولوا هاك الكلمه نقولها واحنا صغار، اللي اشتح وردح ما زادوش دار يطلع فوق السطح، تكره الناس كل. وصلت في مراحل في افلامك انك تقول ايش لازني نعمل في هذا؟ ايش لازني على المر، قال سمير لوسيف، نجاله تحيه نحبه برشا، والله ايش لازني على المر. معناها بالحق في وقت من الاوقات تقول علاش، معناها خاطر مش وحدك تتعب، معناها اصحابك يتعبوا معاك، وعائلتك تتعب معاك، واخواتك اي سيدي. انا عندي لا شانس اللي عندي ناس معايا وقفوا معايا وتحبني، ما كنتش بريفيو باش نحكي فيه الموضوع جمله، انت كركرتني. نحن هكيك راهو الدرجه تهز روحها، كل واحد بشيل بسيكياتر، عرفتها معناها. فهمت وينه برب البنك، خلينا نتكا الموسم الجاي نوعدك ببنك معناها. شوف راو ديما اي تجارب، اصعب التجارب تتعلم منها. المهم تقول انا بتو بشنو خرجت. انا ذاك علاش وقت اللي على البار خرج وفي القاعات، انا وقت نصور في تسلل واضح، وبعد تسلل واضح بعد عام صورت نهار الكيراتي. قلت كهو توا وقيت مع نتعلموا من مونكم تاع اكسبيريونس عادي، معناها حاجات صعب ميسالش. معناها انا راو فما باش ندخل موضوع في موضوع، ساعات يجيني صديق يقول لي راو صاحبنا ذاك معناه باش يغلط، نقول له خليه يغلط، ولا صديقتنا راو خليه يغلط باش يفهم اللي هو غلط، باش من بعد يفهم راو مادام الشخص ما غلطش راو باش يقعد ما يعني ميسالش. الغلطه تابعه التكوين. برافو عليك، تابعه. المهم ما تعاودهاش وتحاول تجتهد، فهمت؟ كذاك علاش انا من بعد وليت بعد على البار يلعب في القاعات وانا نصور في تسلل واضح. بعد تسلل واضح تعمل نهار كيراتين اللي كان في مهرجان البحر الأحمر، عمل دورة في المهرجانات في أوروبا، وخذوها في دورة أيام قرطاج السينمائية اللي تم إلغائها، اللي كان 2023. 2023. فما نعرفش تحسب ولا ما يتحسب لانه في المسابقه الرسميه للافلام القصيره، بما انه هبط على السيت ويب وفي سيل نتاع المهرجان. دخلت قلت البارح نطلع على السيت لقيته موجود. قالق كنت ما تعمل هذا موضوع اخويا. في خصوص المهرجانات سيم هكا انت راك تبربش فيه، مش انا نبربش فيه. اي مثال شيء. انت زاده خدمت في مهرجانات صحيح، ايام قطاج السينمائيه، جاب السينما فن. وين ترى روحك اليوم بعد هالسنوات هذية والتجارب المتعدة؟ تقول لا يا سيدي خليني أنا نعمل أفلامي وهاني على برا، وإلا لا لقيت روحك اللي سامي ينجم يكون فعال في وسط مجموعة يخدم فيها فيستيفال؟ هل الرسالة مش هي نفسها ولا نفس الساعة؟ يتكاملوا. أنا ما خاطر كل واحد وتكوينه والباك جراوند متاعه. أنا كبرت في نوادي السينما، مهمة عودتها برشا مرات خاطر مهمة ياسر، من القلائل اللي بعد عشرات السنين باش ما كبركش برشا معناتها يرجعوا الفضل لنوادي السينما في كل مرة. من الفضل لشكون معناتها بالحق؟ لأنه فما مخرجين وظهرت شاطرني الرأي إنه ينساها الفترة هذيك ويبدأ يقول لك كل واحد كيفاش يرى الأمور. أنا راو نقعد معناها الفضل الأولاني يبدأ لزوز مدارس، نوادي السينما والسينمائيين هوات، هذوما الفضل ليهم الكبير. فضل مقبل اللي فما في العائلة بابا وامي معناه مغرومين ياسر بالسينما وبالادب، وعداولنا نحن ولادهم، احنا ثلاثه اخوات، 3 اولاد، عداولنا المحبه هذيك. اما الفضل زاد في الفتره هذيك. ومن بعد مشيت كملت دراستي
وعملت دكتوراه في الآداب الحديثة، وعملت ماستر في إنتاج الأفلام، وتكونت في الأفلام الوثائقية. قد ما باش تمشي للتعلم في مدارس السينما، وقد ما تكون هي مهمة ولا مش مهمة ولا معروفة ولا غير معروفة ما يهمش، أما التكوين باش نحكي على هذاك. دونك أنا تكويني في نوادي السينما مع تكويني الأكاديمي، مع اللي أنا عندي جانب في معناه في تكويني اللي أنا عملت بحوث وماستر ولسان الدكتوراه وكل شيء، يخلي ذاك يعطيك حاجة اللي تأهلك باش ما تكونش فقط في الانتاج في الانتاج ولا في الاخراج، في صناعه الافلام. ثم زاد لي انا نحبها، معناه انا نلقى ياسر متعه في مشاهده الافلام. فهمنا يعني قبل انا كنت نقول لهم انا تنجم تخليني على في جزيره تعطيني شويه بسيسه وبرشا افلام، تنجم ترجع لي بعد لازم ما عاد سينو الواحد يموت من جزيرة ثم مية سلكناها. معنى عندي متعة في مشاهدة الأفلام. ومن بعد فما تجارب زادت تلقى روحك. أنا أكثر في تجربة فخور بها تجربة جاب السينما فن، ما يتغش مني حتى حد. علاش؟ شنو هو سبيسيفيك في جاب السينما فن؟ على خاطر كانت الفريق اللي كان معايا، التفاعل مع الناس، محبة ناس جابس. أنا تو كل ما نروح كلمة قلت نروح جابس على بلادي، معناها فهمت. معناها ريت حتى الكلمة اللي خدمة صارت على مراحل وشراكة مع الجمعيات اللي فكرنا فيه. خاطر أنا كنت من مؤسسي جاب السينما فن، اشتغلت كمدير فني، اشتغلت مستشار استراتيجي في وقت من الأوقات. يضحكوا عليها الكلمة، يقول تصنع في النووي إذا فهمت. فالحاجات اللي تحطت وخذينا وقتنا فتشوفها توا قاعدة. أنا تو خرجت منه المهرجان وما غير عارك، العباد ما تصدقش. لأنه بالنسبة لنا خرجت من البلاصة اللي تخرج تعارك. توا العباد مش مصدقين اللي أنا ما عادش في الإدارة الفنية متاع جيب السينما فن، وأنه صار مشكل. خاطر احنا استنسنا في للأسف في جانب كبير بالعرك والمعروك والسبني والسبك أنا معنى قعدت التجربة. ومن بعد أنا التزاماتي العائلية والتزاماتي الشخصية والمهنية ما عادش تخليني نكون حاضر برشا. وأنا منيش من النوع اللي مركي بلاصته، وأنت تعرف هذا. معنى نحب كي نقعد في بلاصة نعطيها بالمعنى ولا ليه. فخرق معنى جاء في بلاصتي صديقي اللي هو قبال زليلة معناه، ومش كان صديقي خونا الكبير قبال راهو. علاش نحب نعطيه تحية؟ خاطر وقت نحن صغار في نوادي السينما كان موجود قبال زليلة وصديق الناس الشباب ويقعد ويسمع. وتوا ولينا أصدقاء معناها، وخذاه هو الإدارة الفنية وفمت استمرارية. هل نحن في تونس وثقافة الاستمرارية مش شكل ياسر يعني هذه نعملوا عليها حلقة أخرى وقاعدة أخرى. هذاك علاش أنا فخور بها. تجربة أيام قرطاج السينمائية كانت في دورة 2015 اللي توسع دورة العملية الإرهابية معناها فهمت. ونوجهوا الحكاية ما تضحكش، نوجهوا تحية للشهداء وقتها متاع الأمن الرئاسي اللي صارت ضدهم عملية إرهابية. كانت تجربة خاصة صعيبة، فخور بها مش معناها طبعا ما نحكيو فيها يلزمها حديث يطول على خاطر أنا لحد الآن ما نجمش في مخي ما نجمش نخرج الدورة ذيك من العملية الإرهابية والناس اللي ماتت والعباد من غدويك معناها جات القاعات وثم وقتها شي تسمى حداد لا كوفر فو حظر تجول. فما وقت حضر تجول، فأنا كنت مكلف زاد بالبرمجة، فعودت البرمجة الكل في ساعات قليلة وهبطت من غدويك باش العباد مشيت. دورة خاصة دورة خاصة. أما يقعد باش نرجع لسؤالك، عندي معناها بالحق فرحة ومتعة في مشاهدة الأفلام وإذا كان الوقت يسمح لك. خاطر زاد هذا ياخذ لك وقت على حساب خدمتك كمخرج أو كمنتج. خاطر توا تعديت زاد وليت نشتغل على مشاريع في الإنتاج كمنتج أو كمنتج مشارك. فزاد مش باهي انه ياخذ لك على حساب. فاني نحاول نكون اما الزوز يمثلوني. باش نحكيو على سامي تليلي المنتج توا، لكن قبل هذا فما سؤال
مغلف بالعتاب، مغلف أي. باللي تحب، افهموا كيما تحب. انت عندك الحق تعاتب. هل انت ما تحبش تظهر في الميديا اي والا من الناس اللي يقولوا الميديا ما عندهم يزيدون، اي ولا شنية الحكايه بالضبط؟ معناتها انا لو كان ما جيتش نعرف سامي تليلي معرفه شخصيه اي لما حضرت اليوم للانترفيو نتاعي اي بكل وضوح بكل صراحه. اي انا كي حليت على يوتيوب امبارح في الليل كتبت سامي تليلي، في وسط 10 فيديوهات تليلي القفصي فما انترفيو نوجهوا له تحيه تليلي القفصي، تحيه تليلي رد القفصي. بالك وجا غنى في توري اتونسيون ملا عندهم الحق موجود. كل ما تعمل ريسيرش في سامي تليلي يطلع لك تليلي القفصي. وانترفيو وقت ايام قطاج السينمائيه، فيديو قصير على وقت في الكونفرنس دو بريس بتاع ايام قطاج السينمائيه، انترفيو صغير على البار وكهو. الحمد لله متفقين الحمد لله على كل حال. معناتها اما علاقتك بالاعلام شنو؟ شوف انا ما اللي يعرفني حتى شيء يعرفني قداشني ولد باب الله، وما عنديش حتى ربع معناها تكبر ولا جمله معناها. اما انا شخص ديسكري، والديسكريسيون جانب مهم من شخصيتي ونلقى فيها راحتي. ما فما ناس يلقاو رواحهم وسي طون ميو معناها انهم هما كي يبداو سور اكسبوزي. انا ما نلقاش راحتي حتى في خدمتنا سامي. ايه هو راي في خدمتنا مش حاجه نورمال. يعني معناها في العادي انه مخرج او عبد يخدم في السينما يلزم ديما يحير في اسمه، وديما يلزم يعمل حكايه باش يكون موجود. وهاو تعارك مع درا شكون، هاو سب درا شكون. ماش كنت تحب تتعارك اليوم يا ودي ما والله ما نحب نتعارك مع حد انا. ما راوني مانيش ملايكه، مانيش معناها مسالم، اما راو معناها مانيش ملايكه. مش معناها العبد باش يتعدى عليه نسكت له. اللي يعرفني شويه يعرف المش صحيح. معليش نعمل في العرك معناها ما مراش روحي غادي، مراش الله غالبنا. تكويني هكاك، ثقافتي تربيتي في الدار، تكويني الأكاديمي، تكويني الشخصي. ما يلوموا عليا راو ديما يقولوا لي معناها اللي انت ما تظهرش برشا. انا مثلا على قد ما عندي اصدقاء في الاعلام، ولا مره نهز التليفون نقول واحد عديني ولا حاشي باش تعديني. يعني الاغلبيه الاوقات اللي نمشي للاعلام يا اما باش نحكي على افلامي معناها، وساعات مرغى من اخاك لا بطل، كان نلقى ما نمشيش، ما نلقاش راحتي الحقيقه. نحاول نجتهد نمشي على خاطر ده مهم باش الناس تسمع، ونحاول نختار البلايص اللي نمشي لهم على خاطر ثم الحقيقه مش رمي ورود. ثم ناس، ثم صحفيين في تونس كي تمشي يزيدك معناها تحس روحك تعلمت انت بيدك. وفما ساعات ما تلقاش معناها ما تلقاش روحك، ماهيش بلاستك. الحكايه وقتاش فقت بها انا، وقت اللي مثلا ثم حاجات انا عملتها وما نحكيش، يجي عبد ينسبها لنفسه ويحكيها هو ويهبطها على ويعملوا لك الكابتور ديكرون يبعثوا له. يا ربي معاش نعمل له باش نكلمه ونقول له لا شو بي نعمل. اي في الحاجات كيف هذا في انا نجم نظر العباد يمكن يقول لك معناها الحكايه غريبه. انا عندي نسمع ياسر صحابي، معناها اصحابي كي ينقدوني وعائلتي راني نسمع. انا عندي الحظ اللي الى حد الان وجه له تحيه بابا، كي يشوفني غلطت يكلمني في التليفون يقول لي راك غلط. ساعات كي نشوف واحد في التلفزه يهزوا يصبت نقول يا اخي ما عندوش عائله، ابوه ما يكلموش، اخواته ولاد حومته ما يقولولوش، اي حد يفيقوا يوقدوا على اللي يعمل فيه يا برورة معناها ما يوديكش الشيء. فهمت؟ انا عندي صديق انجليزي وظه له تحيه كبيره، بيتر تشابل، صديق عاوني ياسر في حياتي المهنيه والشخصيه، وعنده معناها نجم نقول عنده شويه معناها فضل علي. قال لي حاول معناها توازن سيسا، معناها ما تكثرش وما تختفيش. انا نحب
انا نحبك الديسكريسيون. لانه يا سامي راهو انت عشت حاجات إيه. في حياتك عندهم علاقه بافلامك. مم. لو كان اي حد اخر يهبطهم على فيسبوك يبعثهم لاي جورناليست يحكيهم في اي الا ما تتهز الدنيا وتتحط مم. وتقوم تولي قضيه راي عام والناس مم. الكل تحكي على سامي تليلي اللي صارت له مم. المشكله هذه، ولا سامي تليلي اللي صور في فيلموت. فهمتني على شنو نحكي تو؟ فهمت مليح. هاي اخكو ليه معناتها خويا لا غالب شو نقول لك. هكا هو ميسي شنو تلهو بيك؟ ليه انا شنو تلهو بيك؟ شنو تلهو انا بيك؟ شوف انا نحب نعيش في الديسكريسيون. لاقي راحتي، التوازن نتاعي لاقيه. انا نحب كي نمشي للستاد ونقعد مع الجمهور وناكل كاكي ونشرب كاس تاي وساعه كي نرفز الاربيتر نسبه زاد راني الحقيقه معناها فهم مش حاجه باهيه. ما واحد صراحه هاني ما يعرفني حد. تصور كان نولي معروف غدوه نمشي للستاد انا مشجع مع الجمهور تقولي كل نهار حد وكل نهار ماتش عم عامل بس. فهمت. انا نحب كي نمشي نقعد في بلايص ما جو باس انابيرسو صحابي اللونتوراج نتاعي بعد جو بريفير يحكيوا على افلامي. نعترف اللي يمكن ثم كيفاش يقولوا مغالاة عاد هاك انت واحد هنا كوتشيني فهمت. ما تتقال كلمة كوتشيني تتقال كوتشيني طبعا كوتشيني تربحيني. نربحك. نرجع على الانتاج. المشاريع اليوم نحب نحكي معك قبل ما نكملوا على لي بروجي جدد اللي عند سامي تليلي اللي هما متنوعين. فيهم اللي انت في افلامك اخراجا وفما اللي انت منتج عليهم كهو. صحيح. شعلنا في المستقبل القريب مشروع الفيلم الروائي الطويل متاعي بعد زوز افلام وثائقيه طويله وزوز افلام وثائقيه قصيره من غير ما ننسوا عاد افلام الافتساء باش ما يتغشوش. ثم فيلم روائي طويل قاعد نخدم عليه. شو اسمه بالعربي؟ انسحاب تكتيكي. انسحاب تكتيكي. يا كون بنت اسهل الواضح. انسحاب تكتيكي اسمه. بتسأليش خلينا في العنوان برك. اللي انا عليه في الانتاج ومعايا منتجين اخرين وتوا احنا في التطوير. هذايا الفيلم الروائي طويل. وفما فيلم اللي انا مساهم في الانتاج اللي هو فيلم وثائقي طويل زاده من اخراج ميرفت كمون ومعاها في الانتاج مساهم معناها هذا منتج مشارك معناها فهمت. هذم وعندي مشاريع اخرى قاعد نطور فيها زاده كمنتج مشارك. ماهيش معناها مش فقط فورما معناها سينما نجم يكون حتى فورما اخر. هذا هم المشاريع التوا اللي قاعد نخدم عليهم. للاسف ما عادش عندي وقت للاداره الفنيه للمهرجانات اما ان شاء الله نجم نكون نهار اخر نرجعوا. لو كان لو لون ميتراج توا في الفاز دو ديفلوبمون دونك مازال باش ياخذ شويه وقت مازال. لو كان حسابيا انتر طون فما ان بروجي نتاع ان كور ميتراج. اي نتصور فما بروجي نتاع فيلم قصير نتصور من هنا العام الجاي نحاول نصوره. خاطر انا اذا وخذيت معناها عهد على نفسي ما عادش نقعد برشا ما نصورش افلام على خاطر اولا المخرج يلزم يعمل افلام حتى باش يطور نفسه وفيلم يغذي فيلم. لا هذيك نتاع 7 سنوات العجاف قال الراجل ما يتعودوش ان شاء الله. الله لا يعودهم علينا مان. الله لا يعودهم على حبايب. على حبايب. اخر سؤال سامي تليلي قل لي. ديجا تحكي عليه بكري شويه وانت كل مره ترجع الريفيرونس الغادي ولا تهز الحديث الغادي علاقه سامي تليلي بالكوره. سواء في الافلام بعد حتى الفيلم اللي ما يحكيش على الكوره نحكي على الاختلاف فندخل فيه ماتش كوره على البار فيه الكوره. اسامي افلامك في حد ذاتها عندها علاقه بالكوره وانت حكيت لنا بكري شويه اللي انت ولد فيراج معنا. العلاقه بالكوره هذه هل قاعده تعاون في سامي المخرج والا فما سامي السينياست وفما سامي هي قاعده تعاون في سامي الانسان الساعه معناها هي جزء من التوازن متاعي. انا علاقتي بالرياضه راني مارست الرياضه باللي انا صغير انا مش فقط كمتفرج. فالرياضه هي جزء من تكويني. انا عملت 10 سنوات سباحه
بين 5 و15 سنة في نادي شبيبة باردو الرياضي، نوجه له تحية GSB. وعرفت فيه معناها أصدقاء قعدنا معناها التوا 10. ما نعرفش كان الجمعية ما زالت موجودة ولا، خاطر الحقيقة ما عادش نتبع السباحة. كان كي رجعني لها البطل متاعنا الأولمبي الحفناوي، إن شاء الله معنا في الألعاب الأولمبية الجاية في باريس يزيد يتألق. شوف احنا في تونس ولا في المجتمع التونسي نحب نحطوا الناس في قجرات وما نفهموش اللي راهو هذاك جزء من برشا حاجات. انا في وقت من الاوقات معناها قلت لك حبوا كانها معناها هكا يحطوا من قيمتك. ما يسالش تحبوا اختار اي موضوع في الحياه نجم نحكي. مش الحقيقه اذا كان مش تعمل لي على الاسترونومي والشيمي ما نفهمش فيهم، اما نفهم في حاجات اخرى كمان مش كان في الكوره. فتحب تقزم انسان تقول له كذا وكانها تقزيم، ليه هي جزء من حياتنا. احنا التوانسه مغرومين بالكوره، راه لازم العبد يكون مغروم بالكوره، مغروم بالسينما، مغروم بالادب، مغروم بالفلسفه، مغروم بعلم الاجتماع، فهمت، مغروم بالسياسه. ونحكيو فيه احنا التوانسه معناها من اكثر الشعوب اللي الكوره تتفاعل معنا. انا اللي عجبني في الكوره راهو هي الظاهره الاجتماعيه اكثر منها الكات 2 و 3 5 2 وخرج ولعب في كيفاش هيك الكلمه اللي يقولوها انت تعرف انا والله سامحوني ما فما كلمه تعجبني برشا يقول لك يلعب بين الخطوط والكره في اظهر المدافعين. تعجبني ياسر العباره ذي، حاسه كونسيبت قوي برشا في الحياه. انا اللي عجبني الظاهره الاجتماعيه، الظاهره الاجتماعيه نتاع الرياضه بصفه عامه واللي تخلقوا، فهمت. وابري زاد جزء من التوازن نتاع شخص تما انسان يحب يمشي. انا من اكثر الحاجات باسكو نعيش لبرا من تونس في الفتره الحاليه على الاقل، من اكثر الحاجات اللي نتوحشها في تونس هي المشي للاستاد. ما نجمش نفسر لك علاش، فما نجم ماشيه مع اصحابي، فهمت، علاء وماهر وهيثم وباسم وسمير وعثمان وعمال كان سمك العباد اللي عرفتهم اكل مشيه هذيك القاعده والمشيه وكالنقاشات وكالجو متاع الناس. انا سي ان بليزير، فهمت. كيما زاد بليزير ديفيرون كي نجي لتونس معناها، ولكن في تونس ولا برا من تونس، الى الذهاب لقاعات المسرح، نمشي ياسر المسرح ونمشي ياسر العروض الموسيقيه. دونك هذا ما يمنعش، هذا ما فهمتش علاش احنا نحبوا نحطوا الناس في قجرات. مرة أخرى نحن بدينا انترفيو متاعنا بالقجرات وباش نسكروه بالقجرات. سامي ميرسي من توما، ميرسي حكينا هكا فضفضنا شوية. نشوفوك جيب المرة الجاية الكنابي اخويا. قلت لك الموسم الجاي عجبتني الفكرة هذيك بالكنابي. ميرسي ونتقابلوا على قريب. يعيشك، ميرسي بوكو.